هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن أبي كهمس. هذا أبي كهمس كذلك من رواة الشيعة. قال: كنت نازلا بالمدينة في دار كان فيها وصيفة كانت تعجبني، هذا تعجبه، والآخرين كذلك تعجبهم، وهي جارية للإمام. فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب فتحت لي، فمددت يدي على ثدييها. فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا أبا كهمس، تب إلى الله مما صنعت. ومع ذلك لم يعاقبه، تب إلى الله. الله المستعان. جينا في الرواية الثانية، محمد بن حسن الصفار أيضا عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن محمد بن سهل عن إبراهيم بن أبي البلاد. هذا إبراهيم بن أبي البلاد من رواة الشيعة الموثقون، كذلك هو موثق. عن مهزم أيضا كذلك قال: كنا نزونا من مدينة، أن أصبحوا 3 يفعلون هذه الفعل. وكانت جارية لصاحب المنزل، هي صاحبة عند الإمام، تعجبني، وإني أتيت الباب ففتحت لي الجارية فغمست ثديها. سبحان الله. هادو يفعلون أفعال قبيحة، وبعدها قبل يدخلون على الإمام يفعلون هذا الفعل مع الجارية، وكلهم كانت تعجبهم الجارية، ويدخلون عند الإمام يأخذون الأحاديث يرونها إلى الرافضة. وفي من يقول بالتجسيم مثل هشام وابن الحكم وغيرهم، ومثل من هو فاسد العقيدة، ومثل من هو يرفع صوته عن الإمام مثل زرارة، حتى قال هو أشر من اليهود والنصارى، ومع ذلك كلهم ثقة، ويأخذون عنهم الشيعة البيت يقول لك: انظروا هذا دين أهل البيت. أولا دين أهل البيت أنت لم تجلس مع الأئمة، أنت أخذته عن ناس فساق كانوا لا يستحون، كانوا يفعلون أشياء قبيحة مثل هؤلاء، وهم الذين نقلوا لك الدين، هم الذين كانوا يفعلون هذه الأفعال القبائح، ثم أنت تأخذ منهم الدين وتسميه دين أهل البيت وتطعن في صحابة النبي. على نعت الله على الكاذبين الظالمين.